دير بالك تمشي ورا حكي النسوان وتخليها تعربنك وتضحك عليك، خصوصا لما تجيك من باب انه انت رجل واعي متحضر متفهم مثقف، تروح تصدق هذن الحكايات وتنطيها مطلق الحرية وتخليها تروح وتجي وتطب وتطلع براحتها، خصوصا إذا كانت زوجتك موظفة أو عاملة وياها زلم بالدوام. يعني المرأة عاطفتها تتحكم بها أكثر من عقلها، فتتأثر بالكلام المعسول، الكلام الحلو، وهذا الشيء مو ذنبها، يعني هو الله سبحانه وتعالى خلقها بهذا الشكل. فيعني أنت إذا تخليها براحتها وياها زلم بالدوام وصباح الخير ومرحبا ومدري شنو قاعدة منا وسالفة منا، أنت بهاي الحالة تلقائيا ولا شعوريا راح تتحول إلى أبو قرون بدون ما تدري. زين، فباعتبارك أنت رجل شريف وغيور المفروض أنه تحمي مرتك من هاي السالفة. خوش، وإذا كنت متمكن ماديا وحالتك زينة وتقدر أنه ما تحتاج أنه زوجتك تشتغل، فالأفضل أنه تتزوج لك ربة بيت تقعد بالبيت وتسكت وراسك بارد، وكان الله يحب المحسنين. والسلام.